السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محتارة أعمل إيه في المطبخ بتاعي ده، مش عارفة أروح له منين وأجي له منين وأروق فين يا دي النيل. المهم كده استعنت بالله وقلت اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك يا ذا العزة المتين. وصليت على النبي بالطريقة الإبراهيمية. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم. اللهم بارك في سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت في سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقمت كده عايزة أقول لكم الجو كان تلج 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 كده. بحس إن المايه كانت نازلة من الحنفية، والله العظيم 3 تلج، فاتحة فريزر كده. قلت إيه، استعنت بالله وقمت شغلت طبعا السخان لأني مش هقدر أغسل بالمايه. وخدت حتة سلك بلدي كده وفضيت بقى زيت الصابون وحطيته في الجردل الصغير ده، وكمّلته مَيّة سخنة. وقُلت بقى إيه، أنا النهارده مش هانام إلا لمّا أخلّي المطبخ ده زي الفل. عايزة أقول لكم إن الروتين ده كان بالليل، ما كانش الصبح كمان. تخيّلوا بقى إن يعني لو الصبح الواحد بيبقى قادر إن هو يعمل، لأ بالليل كان في عِز التلج وعِز الرصرصة كنت واقفة باعمل المطبخ كده. بس قُلت إن شاء الله ربنا هيعينّي ويقوّيني، لإن بصراحة شكله كان بشع جدًا بقى، وأنتم عارفين أنا معايا طفل صغير ما باصدّق إنه ينام وأقوم أخطف رجلي إيه، أعمل أي حاجة كده. عايزة أقول لكم إن هنا بقى يعيّط وأروح له وأفصل الكاميرا وأرجع تاني أكمّل وكده. هو الفيديو اختصر لكم في حوالي ربع ساعة، بس أنا عايزة أقول لكم إن الفيديو ده أخد منّي حوالي 3 أو 4 ساعات في المطبخ، لإن طبعًا كان أنس يعيّط وأرجع أروح له تاني وكده. اللي بافضّيها في الصينية دي كنت عاملة لهم صينية كنافة. كان طعمها حلو أوي يا بنات، كل سنة وأنتم طيبين بقى، روايح رمضان بدأت تهِل وكده. فكنت عاملة الصينية دي، أكلوا اللي أكلوه بقى وده اتبقى منّه. مسحت الرخامة بقى وجِبت قطعة قماش نضيفة كده، هافرشها على الرخامة عشان خاطر لمّا أغسل المواعين هاكفّي عليها المواعين تتصفى. طبعًا هنا بقى صاحبتي طبعًا كنا بنتكلم بالليل كده. هي طبعًا هتشوف الفيديو هتعرف نفسها. بس كده، بدأت بقى إيه، مسكت الحاجة حاجة كده، روّقت طبعًا الحوض الأول وركنت الحاجات الكبيرة في جنب. لإن أنا هاغسل المواعين الألمونيا الأول، يعني هاغسل الألمونيا الأول وألمّعها الأول عشان خاطر إيه، هي الكبيرة هتفضّي مكانها على طول. مش هاخد الكوبايات ولا هاخد الأطباق الأول. بس ما غسلت الحاجات الكبيرة الدنيا هتبدأ تروق حواليّا. صلّوا على النبي كده واذكروا الله، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. باحب أوي أدعك الألمونيا، عندي حِلَل جرانيت على فكرة، وعندي حِلَل تيفال، وعندي صاج، وعندي كل حاجة، بس الحمد لله مش باحب غير الألمونيوم بصراحة في الطبيخ. بامسكه كده بالسلك بقى بالبريل أو بالصابونة البلدي، لازم أخلّي المواعين كده بتلمع معايا. ما باحسّش إن أنا نضّفتها غير لمّا أمسكها بالسلك البلدي والصابون أو البريل وأدعكها كده وأخلّيها نضيفة وزي الفل. أهو. طبعًا هنا كنت فاتحة بقى المَيّة السخنة والمَيّة الباردة، يعني كانت مَيّة دافية كده، ده اللي ساعدني إن أنا بصراحة أعرف أغسل المواعين في الوقت ده. عايزة أقول لكم بقى على فضل الصلاة الإبراهيمية دي، بجد، بجد يا بنات، بجد ما شاء الله عليها سحر، سحر، سحر. بتفك الكرب بتفك بتحل المشاكل وبتريّح النفسية، حلوة جدًا بالطريقة الإبراهيمية اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم. وبارك في سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت في سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الطريقة دي حلوة أوي بنقولها، يعني أنا كنت نفسيًا مش مضبوطة شوية. قُمت قعدت طبعًا أكررها، قعدت أكررها وقُمت جِبت بخور بخّرت الشقة، وكمان شغّلت سورة البقرة وطردت إيه الشياطين كده. ففعلًا الواحد حَس إن هو يعني نفسيًا كان مرتاح كده الحمد لله. مش عايزين نهمل ديننا ومش عايزين نهمل ذكر الله، والقرآن في بيتنا على طول، يفضل بيتنا عامر إن شاء الله. أنا جه عليَّ فترة مش هاكذب عليكم كنت أهملت في الكلام ده كلّه. آآ بحُكم إن أنا كنت لسه والدة وكانت نفسيتي مش حلوة، و وما كنتش قادرة أعمل حاجة. وطبعًا أنتم عارفين أول 3 شهور دول صعبين أوي، 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 لا كنت بانام فيهم ولا كنت باعرف أعمل أكل للولاد، وأهملت القناة كنت حاسة إن الحياة واقفة. مع إن هو الصغير يعني، بس معايا غيره، بس كنت حاسة إن يعني الدنيا مش هي كده. طبعًا استعنت بالله وقُلت اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك يا ذا العزة المتين. وقُمت استعنت بالله كده وشُفت شقتي وشُفت ورايا إيه،
وعملت لولادي أكل والحمد لله، الحمد لله. كل ده بفضل ربنا طبعًا سبحانه وتعالى، وبفضل الصلاة الإبراهيمية. فإحنا فعلًا يعني إحنا الجانب الديني بسبب الحياة والغلا والدنيا اللي إحنا فيها دلوقتي، بقى كُلّه دلوقتي بيفكّر يا ترى هنعمل أكل إيه، طب يا ترى الفلوس اللي معايا هتكفّي لكذا والّا هتكفّي لكذا. سيبيها على الله، والله العظيم سيبيها على الله، بأقل مبلغ هتبُصّي تلاقي نَفْسِك بيتِك عمران طول ما أنتِ مع ربنا، طول ما أنتِ مع ربنا هتبُصّي تلاقي بيتِك عمران. يعني ممكن بمبلغ بسيط أوي، 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 تبُصّي تلاقي نَفْسِك جبتِ حاجات كتير تقولي أنا جبت الحاجات دي إزاي؟ يعني الحاجات دي جات بالمبلغ اللي كان معايا إزاي؟ دي بركة ربنا. فإحنا فعلًا محتاجين نلجأ لربنا، مش محتاجين نلجأ إن نقول لأ رخّصوا لنا الأسعار ولأ مش عارفة إيه. ربنا يا رب يرخيها علينا ويرخي قوت المسلمين كده إن شاء الله. أنا عايزة برضه أوضّح لكم فعلًا السر ده عمل إيه في حياتي، بس مش عارفة برضه أوصّلها لكم. أتمنى كده تكون وصلت لكم إن فعلًا، فعلًا القرآن والصلاة الإبراهيمية بيغيّر الحياة، وسورة البقرة طبعًا كل يوم مع البخور وكده. والحمد لله على كل حال. وزي ما حضراتكم شايفين بقى معايا كده ماسكة الألمونيا دعك فيها دعك، دعك كده. آآ زي ما أنتم شايفين طبعًا أنا مش باحب أعمل في الأكل، يعني مش باحب أطبخ والبوتاجاز عليه حاجة، لازم البوتاجاز ده ألمّعه وأنضّفه قبل ما أطبخ. وطبعًا الحلل هنا زي ما أنتم شايفينها كده برضه، باحب ألمّعها كده، أحب أبقى واقفة في المطبخ، المطبخ نضيف وزي الفل قدّامي. بس كده زي ما أنتم شايفين بدأت طبعًا طول ما أنا خلّصت الحاجات الكبيرة تحسّوا إن الحوض بدأ يفضى. أقوم بقى من النوم الصبح كده المطبخ ألاقيه زي الفل كده نضيف وحلو. كنت عايزة أقول لكم إيه برضه، بالنسبة لخزين رمضان أنا هاخزّن وإن شاء الله، إن شاء الله هاصوّر معاكم فيديوهات التخزين. بس أنا عايزة أقول لكم على حاجة بس، ما معاكيش ما تزنقيش نَفْسِك، رمضان كده، كده بييجي بخيره وبييجي برزقه. يعني أنتِ ما شوفوا يا ولاد الأول اللي لمعان الحلل، عايزة أقول لكم إنها كانت بتبرق كده وكانت بتنوّر كده. المهم نرجع لموضوعنا تاني، عايزة أقول لِك ما تزنقيش نفسِك، ما تزنقيش نفسِك إن أنتِ يعني خلاص أنا لازم أخزّن والدنيا ضيّقة، هاخزّن إزاي؟ والله العظيم بييجي برزقه، بييجي برزقه، وبيبقى أكتر شهر في السنة خيره ورزقه كتير، خيره ورزقه كده بيبقى كتير. خزّني، خزّني على قدِّك، مش لازم تروحي تملي الفريزر كل درج مثلًا فراخ ولحمة والدرج ده هاملاه بسلة خزّني على كيسين 3 يا ستي، ومش لازم تجيبيهم مرّة واحدة. هوّنوا على نفسكم كده وإن شاء الله خير بإذن الله. بس كده، عمّالين نجيب موضوع من هنا وموضوع من هنا عشان طبعًا أنتم عارفين روتينات غسيل المطبخ والحاجات دي. المهم إن طبعًا المطبخ ده إحنا لسه هنعمل له روتين حلو كده قبل رمضان. إن شاء الله انتظروا بقى هيبقى روتين جامد كده، هنمسك الحيطان نغسلها وهنضبّطه تضبيطة حلوة. الحمد لله هو نضيف معايا، يعني المطبخ الحمد لله، الحمد لله. بُصّوا زي ما أنتم شايفين السيراميك بيلمع والبوتاجاز والدنيا كلّها نضيفة، ما فيش فيها أي حاجة. لإن برضه أنا إيدي فيه مش على طول، بس إيدي فيه أمّا باقوم عليه كده باخلّيه تنضيفة حلوة ومحترمة كده يعني تفرّح كده. اللي أنا عايزة أعمله بقى، عايزة إن شاء الله يعني لو حد فيكم عنده فكرة أعمل ستارة تحت الحوض إزاي، هالزقها إزاي أو هتتحط إزاي، هتتدكك إزاي، حد يقول لي بس على الطريقة أو يقول لي الفكرة بتاعتها، لإن بصراحة مش عارفة أعملها، مش عارفة دماغي مش عارفة تجيبها. زي ما أنتم شايفين أنا باقول لكم بقى أنا هاكافئ نفسي كده، الجو ساقعة وتلج، هاعمل لي كيس كابتشينو أشربه، لإن فعلًا الجو تلج، تلج. عايزة أقول لكم إن أنا أمّا باقفل المَيّة من المَيّة السخنة كده وباطلع، باحس بالتلج في إيديّا، باحس الدنيا ساقعة أوي. كنت أنا وصاحبتي هنا بقى بنتناقش في موضوع كده على الواتس، يعني باسمع وباسجّل لها وأروح هنا أنس بقى كان عيّط، هنا أنس كان عيّط قفلت كده الكاميرا ورُحت له ورجعت فضّيت الحتّة دي، افتكرت إن أنا ما شغّلتش الكاميرا، رجعت بقى شغّلتها. وخلّصت هنا بقى كُومة المواعين. بُصّوا مش عايزة أقول لكم كانت حتّة كُومة مواعين كانت كتيرة أوي، أوي، بس الحمد لله خلصت يعني. هابدأ بقى أفضّي البوتاجاز هو كمان عشان أدّي له دعكة محترمة كده وأنضّفه. الكنافة دي بقى أنا لو كان عندي لبن كنت عملت لي كوباية لبن سخنة كده وأكلت بيها الكنافة دي. يا لهوي! العشق كده حاجة كده طعمها تحفة. عايزة برضه بقى إن شاء الله، بس ده في روتين رمضان بقى، هانزّل الشفاط كده أدّي له غسلة حلوة، هاجيب له مُزيل دهون. أنا باجيب على فكرة مُزيل الدهون ده سايب
من بتاع المنظفات، بيبقى جميل قوي. بس للاسف بقى ريحته بتخنق، يعني ده العيب الوحيد اللي فيه، ريحته بتخنق قوي، بس بيخلي الدنيا بتبرق بصراحه. بدعك بقى الرخامه كده، بنضف كل حاجه وهرجع المعالق مكانها. ما هي تنظيفه من على الوش، بس تنظيفه نص عميقه، مش عميقه قوي يعني. شوفوا بقى، انا قمت من تحت البطانيه وقمت نضفت مطبخي وخليته زي الفل ازاي. قومي يلا انت كمان كده تشجعي، وامسكي مطبخك نضفيه وخليه زي الفل كده، بحيث ان انت لما تقومي بقى تعملي الاكل بتاعك تبقي واقفه في المطبخ كده وهو نضيف، نفسك مفتوحه تعملي اي حاجه. طبعا بقى معايا الاسفنجه دي نظيفه، بشفط بيها الميه، اي ميه موجوده على الرخامه بقى بشيلها، لان انا بنشف برضو الرخام وكده اهو. الحمد لله الحوض ما عادش فيه حاجه، اي حاجه كده بتبقى في الحوض بقوم جايه شاطفاها على طول، بحيث ان الحوض يفضل فاضي. وطبعا انتوا عارفين اللي معاه بيبي صغير دي بقى بتستغل الوقت اللي هو نايم فيه، وتقوم تعمل اي حاجه تنجزها في وقتها. بغسل بقى البوتاجاز وبلمعه زي ما انتوا شايفين كده اهو. حطيت قطعه الاسفنج دي علشان دي بتخلي الرغوه بتاعه الصابون تكتر، بس معرفتش ادعك بيها البوتاجاز، يعني بصوا هي بتزحلق من ايدي، لان الصابون فيها كتير والاستانلس لم ناعم قوي، فكانت عماله تتزحلق من ايدي اهو. بصوا بلم بيها كده الميه والصابون بقى. وهنضف بقى المطبخ كده زي الفل وهنشفه معاكم اهو، بحيث بقى ان انا لما اقف ان شاء الله اعمل الاكل بتاعي يبقى البوتاجاز معايا زي الفل. بحب جدا جدا اطبخ عليه وبوتاجازي نضيف، مش مهم يعني انا يعتبر عاده عندي، مجرد ما اغسل البوتاجاز كده واجي اغلي لبن لازم اللبن يفور على البوتاجاز، لازم. بس مش مهم يفور عليه وهو نضيف احسن ما يفور وهو مش نضيف، كده كده اصلا بيتشال يعني. كنت شفت حد عمل فكره قبل كده، بس ان شاء الله هعملها لما اللبن يفور مني تاني. بتحط عيش على على اللبن ده، العيش يمتص اللبن وتحطه للقطط، يعني كنوع من نوع الثواب يعني. هنا بقى خلاص كمان خلصت بقى البوتاجاز ورحت بقى للحوض. بحط ملح ليمون وبحط خل وهدعك بقى للحوض. عايزه اقول لكم ان ملح الليمون والخل اما بغسله بالكلور بيلمع اكتر من كده، يعني بيلمع اكتر من الخل وملح الليمون. ملح الليمون والخل بياكلوا الرغوه، لكن الكلور بقى نقطة صغننة كده منه، كلور ألوان أو كلور العادي الأبيض بتاعنا، بيخلي اسمه الحلة بتاعة الحوض دي نضيفة وزي الفل. بس زي ما انتوا شايفين كده بقى أنا بهتم جدا بنظافة الحوض، لأن لما باجي يعني جايبة خضار جايبة أي حاجة بحطها في الحوض، بس طبعا بغسله الأول وبحطه فيه يتغسل. فعشان كده أنا دايما مهتمية بنظافة الحوض عندي. زي ما انتوا شايفينه كده، أنا أول ما جيت الشقة هنا عايزة أقول لكم الحوض ده كان لونه أسود أسود كده، الحمد لله الحمد لله بفضل الله. شوفوا لونه بقى عامل ازاي دلوقتي. ومعايا هنا بقى تحت الحوض زي ما انتم شايفين كده حتى برطمانات المخلل، اللي في الوش هناك ده برطمانات الزيتون، والناحية التانية دي بقى برطمان كرنب وبرطمان لفت وبرطمان فيه فلفل. طب الفلفل ده بقى انا بحدقه في الشرش بتاع الجبنة الدقل. بس كده زي ما انتم شايفين بقى كده خلاص شطبت البوتاجاز والحوض والمواعين حطها تتصفى بقى، فاضل بس همسح الارض، بكب بقى شويه ميه باومو وكلور، وهدهن بقى الارض بالمقشه دي. مش فاكره كان مين هنا من الولاد صحى وكان عايز حاجه. انا هنا بقى كنت خلاص دخلت على الفجر كده. مسكت بقى الارض كده دعكتها دعكه حلوه هي كمان بالكلور، وهبدا بقى اكب ميه واشطف كده اهو، عشان يبقى انا كده طالعه مشطبه المطبخ ومخليه زي الفل زي ما انتم شايفين كده.
طبعًا بعد ما أخلّص هالِم برضه المَيّة اللي باقية خالص بالشرشوبة. زي ما قُلت لكم والحمد لله، الحمد لله يعني أنا مش باسيبه يوصل للمرحلة الصعبة جدًا، يعني كل اللي أنتم شايفينه قدّامكم ده كان يعتبر حاجات من على الوِش، لكن تحت المطبخ نضيف وتحت البوتاجاز نضيف والدنيا الحمد لله نضيفة وزي الفل، وأنتم شُفتوا المَيّة كانت طالعة من الأرض عاملة إزاي. بس كده. وكده بقى يبقى خلاص روتيننا في المطبخ خلص. كان روتين مسائي أو تنضيفات، ولسه استنونا بقى في التنضيفات العميقة قبل رمضان وفيديوهات التفريز. ربنا يا رب يرخي قوتنا وقوت المسلمين ويوسّعها علينا وعليكم. سلام عليكم.